ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عبد الحميد زين، وهنا معايا بكر، مهندسين معماريين. ازيك يا بكر؟ ايه الاخبار؟ كله كويس يا عبد الحميد، انت ايه الاخبار؟ انا الحمد لله كله تمام. اخيرا عملنا البودكاست بتاعنا. دي حقيقة. يمكن من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها بقالنا شهور كتير. وانت كنت متحمس اكتر بصراحه من يعني احنا الاتنين بالعكس، يعني من اكتر الحاجات فعلا اللي احنا متحمسين ليها، ودايما يمكن من زمان، من اول معرفتي بعبد الحميد، فكرة ان احنا نتكلم في الاركتكتشر. بنحاول نربط الحاجات اللي بتحصل حوالينا دايما بالاركتكتشر. الحاجات دي قد تكون حاجات كتير طبعا، زي الاقتصاد، الحاجات اللي بتحصل حوالينا حتى في الشارع. فدايما احنا عندنا الشغف ان احنا نحاول نربط الحاجات دي مع بعض. الموضوع بيبقى كاجوال جدا. ففكرنا ان احنا ليه الديسكشنز دي ما تتنقلش من فكرة ان احنا بس يعني زي قعدة قهاوي او حاجة كده، او ان احنا الموضوع يبقى كاجوال ما بيننا، ما يبقاش في بلاتفورم نقدر كمان مش نشارك الموضوع ده بيننا احنا بس، لا نقدر نشاركه مع الكوميونتي بشكل عام. الناس كمان المعماريين التانيين يقدروا يدونا الاكسبيرينسز بتاعتهم. فده كان يمكن الشغف او الحاجة اللي احنا عايزين نعملها. ويمكن بقالنا كتير جدا بنخطط لحاجة زي كده. فأتمنى ان التوبكس والحاجات طبعا اللي احنا بنقدمها وبنتناولها تبقى شيقة يعني. ان شاء الله. حابب اعرفكم بينا الاول قبل ما نبدا. نقول احنا هنعمل ايه. انا عبد الحميد زين، ومعايا بكر. احنا اتنين مهندسين معماريين شغالين في مكاتب معمارية، واحنا ديزاينرز بالمقام الاول. احنا اشتغلنا مع بعض كتير قبل كده، سواء في شغل بروفيشنال، فريلانسنج، او في حتى في كومبيتيشنز. احنا دفعة واحدة يعني عشان دي نقطة مهمة محتاجين الناس تعرفها. احنا دفعة واحدة لما كنا مع بعض في الكلية، دخلنا برضو كومبيتيشنز كتير. فانا وبكر دايما كنا في المجال المعماري ملتصقين يعني بشكل او باخر، في ديسكشنز، في شغل، في حاجات كده. فهو كان البارتنر المثالي، وانا كنت البارتنر المثالي بالنسبه له في نقطه زي نقطه البودكاست يعني. بس فانت ايه رايك يا بكر؟ عايزين نعرف الناس برضو احنا التوبكس اللي احنا ناويين نتكلم فيها، او ايه القضايا اللي احنا ناويين نناقشها او كده. طبعا يمكن الحاجات اللي بتثير اهتمامنا واكثر الحاجات اللي دايما انا وعبد الحميد بنتناقش فيها هي الاربن ديزاين. يمكن احنا الاربن فابريك او الفراغ العمراني عامه، طبعا من الحاجات الكوميونتي يمكن بيتفاعل معاها بشكل كبير جدا، بتؤثر على الحياه اليوميه والتفاعلات اليوميه بين الكوميونتي والفراغ العمراني. فهو من الحاجات يمكن اللي دايما بنحاول نتساءل عليها ونفكر فيها بشكل عام. لو نزلنا في السكيل شويه، يمكن فكره المباني بقى، البيلدينجز او الاركتكتشر. ودي من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها بشكل خاص، طبعا لان احنا طبعا تخصصنا الرئيسي الاركتكتشر. فيمكن ده من الحاجات المهمة جدا يمكن في حياة اي انسان، لان الانسان بيعيش فيها يوميا، بيحاول يتفاعل معاها بشكل يومي. اذا كان مبنى هاوسنج، بنتكلم على public buildings، فهو من الحاجات طبعا المهمة جدا اللي احنا دايما كمان يمكن مش بتأثر بس في الكوميونتي، هي كمان بتأثر على الاربن فابريك بشكل كبير. طبعا الحاجه يمكن اللي بتربط الاربن ديزاين وبتربط البيلدينجز او الاركتكتشر مع بعض، وبتخلي ان في طبعا تمهيد زي ما بنقول كده، هو التعليم المعماري. قد ايه التعليم المعماري مهم، وقد ايه هو يمكن الحاجه الرئيسيه اللي بتخلي الطلبه يبداوا يعرفوا ازاي يفكروا، يعرفوا ازاي يربطوا الاربن بالاركتكتشر، يعرفوا ازاي يبقى في تفكير منطقي وعلمي لو بنتكلم على فكرة مثلا ازاي تناولوا المشاكل، ازاي دي حقيقة. وطبعا بنتكلم على المشاكل اللي موجودة، ازاي يبقى في تحسين، ونقدر كمان ان احنا نحط يمكن سبوت على الامثلة. يمكن احنا عندنا امثلة كتير جدا هنا في مصر بصراحة، وفي في محاولة لتطوير التعليم المعماري بشكل كبير. فبنتناول الموضوع بشكل عام، وبنحاول نربطه طبعا بالمجالات المختلفة المتعلقة بالمعماري يعني. تمام. طيب كلام جميل جدا. على ذكر برضو الفراغات العمرانية، من الحاجات اللي احنا حابين نتكلم فيها برضو ونتناقش فيها
واللي بتمسنا بشكل يومي هي ترانسبورتيشنز والديزاينز بتاعت المدن بتاعتنا هنا في مصر، والمشاكل اللي بتقابلنا في الفراغات العمرانية هنا في مصر بتمسنا بشكل يومي، ممكن نلاحظها وما نلاحظهاش. برضو حاجة مهمة جدا بقى دي الزتونة الكبيرة يعني حاجات اللي خاصة بالكارير والشغل، خصوصا للناس حديثي التخرج والناس المعماريين الصغيرين يعني، اللي هو نعتبر احنا منهم الحاجات اليومية التشالنجز. دي حقيقة. يمكن من الحاجات اللي بتمسنا بشكل يومي فبتبقى ريليت لناس هتبقى لان قطاع عريض يعني اللي بيسمعونا يعني، واعمار مختلفة، مش بس يمكن يونج اركتكتس، لا بنتكلم على فعلا شريحة كبيرة جدا مهتمة تعرف الهيراركي ماشية ازاي في المكاتب، ايه يمكن اكتر طريقة الشغل يبقى البروسس فيها ماشية بشكل منطقي ان الدنيا تبقى برودكتيف. الدنيا بتبقى برودكتيف، وان طبعا يعني حاجات بقى بنستكشفها او كلنا بنمر بيها اول ما بنبدا شغل، ان طبعا مش كل الناس زي بعضها، مش كل المكاتب تمشي بنفس البروسيس. فبس يعني هنتطرق لكل المواضيع الشيقه دي، ومتحمسين نشارك معاكم افكارنا المتواضعه، ومتحمسين نسمع كل افكاركم وكل ارائكم. عايزين بقى نقول احنا اصلا بنقول الكلام ده لمين؟ احنا عايزين نتكلم مين؟ دي حقيقة. طيب يمكن احنا بنتكلم توكس دي، احنا مش بس بنخاطب المعماريين هنا على قد ما احنا بنخاطب شريحة كبيرة جدا متعلقة فيلد الكونستراكشن بشكل عام، سبيشالي طبعا يمكن ده الحاجة القريبة قوي لينا، يمكن فكر الاركتكتشر او المعماريين، الاربن ديزاينرز، الطلبة كمان يمكن المعماريين. فطبعا الشرائح المختلفة دي كلها هيبقى مهم جدا تسمع البودكاست بتاعنا، تبدأ تناقش معانا، تبدأ تشارك كمان في النقاش ده. فطبعا بنتمنى طبعا يعني يمكن التوكس تبقى شيقة، ونقدر نتكلم في أكبر عدد يمكن من التوكس اللي هيبقى فيها ديبيت يعني، وبتشكل طبعا حاجة مهمة جدا لينا كلنا كمعماريين في الوسط المعماري. طيب تمام. احنا متحمسين جدا لأول حلقة. انت متحمس معايا بكرة؟ جدا. طيب نقابلكم في أول حلقة إن شاء الله.